اهلا بكم في حلقه جديده، ومعنا النهارده خدعه جديده ان شاء الله هتعجبكم. خدعتنا النهارده هي خدعه توقع على قراءه افكار كده. هنستخدم فيها زهر وكوتشينه. في البدايه هنطلب من الشخص اللي قدامنا انه يفنط الكوتشينه براحته، وهنطلب منه انه يسحب اي ورقه من الكوتشينه. يسحب اي ورقه من الكوتشينه. تمام، شوفها ما توريها ليش. تمام، حفظتها. ماشي، حطها في اي مكان في الكوتشينه. تمام، ماشي. دلوقتي الورقة في وسط الكوتشينة، استحالة نعرف هي فين بالظبط. تمام، بس مش انا اللي اعرف الكوتشينة فين. يعني سهل ان انا ممكن اتوقع مكان الورقة فين بالظبط، لكن الصعب ان انت اللي تتوقع مكانها، وده اللي هنخليه يحصل المرة دي. اوكي، عايزك تمسك الزهر ده وترميه على اي اتجاه انت عايزه، ولما ترميه هنحسب الرقم اللي فوق والرقم اللي تحت. تمام، ارمي الزهر كده في المكان اللي انت عايزه. تمام، ولا حابب تغير؟ تمام، عندنا هنا 2 والناحية التانية 5. 2 و5 كام؟ 7. دلوقتي ممكن تقولي الورقة بتاعتك كانت رقم كام بالظبط؟ رقم 3. طيب خلينا نعد 7 ورقات من هنا ونشوف. 1 2 3 4 5 6 7. دي الورقة بتاعتك وانت اللي اخترتها من خلال الظهر بتاعك. اوكي، اتفضل استريح ونشوف الشرح مع بعض. اوكي يا شباب، خلونا قبل ما نروح للشرح افكركم ان لينك الموقع بتاعنا في سو.كوم تحت في وصف الفيديو للي حابب يشتري اي ادوات للماجيك. كمان ما تنساش ان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقه اللي جايه، فانزل تحت واعمل كومنت جميل. كمان لو ما كنتش لسه عملت لايك للفيديو ده، فاعرف ان اللايك بتاعك بيساعدنا ان احنا نقدم محتوى افضل. ويلا بينا نروح الشرح. كل اللي احنا محتاجينه في الخدعه دي زهر طبيعي جدا مفيش فيه اي حاجه، وكوتشينه كمان طبيعيه جدا مفيش فيها اي ترتيب. لو حابين نطلب من الشخص اللي قدامنا انه يفنط الكوتشينه علشان يتاكد ان الكوتشينه عاديه جدا، عادي ممكن يفنطها مفيش اي مشكله. وبعدين هنطلب منه ان هو يسحب اي ورقه من الكوتشينه. فلنفترض مثلا سحب الورقه دي، هنطلب منه انه يشوفها واحنا مش عايزين نعرف بالظبط هي ايه، بس خلونا نشوفها. دلوقتي اختار رقم 9. خلونا بقى نركز في المرحله اللي جايه دي، علشان في ناس كتير بتقول ان الشخص اللي قصادنا هو اللي بيطلب ان هو اللي يختار الورقه، وكمان هو اللي بيطلب ان هو يحط الورقه بايديه في وسط الكوتشينه. يمكن الطريقه دي تفيدكم بشكل او باخر. كل اللي هنعمله في المرحله دي ان احنا بنقول للشخص اللي قدامنا حط الورقه في اي مكان، هنبقى شايفين ايه الورقه اللي عندنا هنا. يعني انا شايف الورقه اللي فوق هنا هي رقم 10. حابب ينزل اكتر هينزل اكتر، وهنشوف برضو الورقه اللي هنا. انا شايف الورقه اللي هنا هي رقم 5. الموضوع بمنتهى البساطة، انا هحط الورقة في اي مكان. نشوف الورقة، لو حط الورقة هنا هنبص على الصورة اللي فوق دي او الرقم اللي فوق ده، انا عارف ان هو جوكر، فعلا جوكر. فنفترض مثلا ان هو حط الورقة هنا. خلاص احنا عرفنا ايه الكارت اللي فوق، هنحط بقية الورق كده. دلوقتي احنا مش محتاجين نعمل بريك على الورقة، لاننا عارفين الورقة بتاعتنا هي تحت الجوكر بالشكل ده. احنا عارفين الورقه بتاعتنا. كل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نقلب في الورق وندور على الجوكر بتاعنا. احنا لما قلبنا الورق كده تبقى الورقه اللي الشخص قصادنا اختارها هي الورقه اللي فوق الجوكر. هنبتدي نقلب كده، ادي الجوكر بتاعنا وادي الورقه اللي فوق الجوكر. هنبتدي ناخد الورقة اللي هو اختارها ونعد. ادي 1 2 3 4 5 6. كده عندنا 6 ورقات، والورقة اللي اختارها الشخص هي رقم 7. هناخد بقية الورق هنحطه كده بالشكل ده. عندنا هنا 1 2 3 4 5 6، والورقة السابعة هي الورقة اللي الشخص ده اختارها. كده احنا جاهزين للخداع بتاعتنا. هنطلب منه انه يخلي الكوتشينه هنا، ولو حابين ناكد له كمان ان الورقه بتاعته مش فوق وكمان الورقه بتاعته مش تحت. وبعدين هنطلب منه انه يرمي الزهر في اي رقم هو عايزه. هنحسب اول رقم من فوق واخر رقم من تحت. دلوقتي احنا ازاي هنجبره ان هو يختار رقم 7 من الزهر؟ في الحقيقة احنا مش محتاجين نجبره على اي حاجة، لان الزهر بتاعنا اول رقم فوق واخر رقم من تحت هو رقم 7. سواء حسبنا الرقم ده واللي قصاده رقم 7، الرقم ده واللي قصاده هو رقم 7، او الرقم ده واللي قصاده هو رقم 7. ايا كان الرقم اللي هيختاره الشخص اللي بيلعب
بطريقة عشوائية جدا هنكتشف ان الرقم اللي اختاره فيه قصاده رقم هيجمعهم هما الاتنين على بعض، هنكتشف ان هما رقم 7. ودي فكرة مميزة جدا في الظهر بتاعنا، ممكن تستخدمها في اكتر من خدعة. مجموع اي رقمين قصاد بعض في الظهر هي رقم 7. دلوقتي هيرميه على اي رقم، وبعدين هنبتدي نختار. نشوف رقم 7 عندنا، رقم 7 اهو، وعندنا هنا 6 ورقات. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.